السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد بعنوان السيسي. طبعا زي ما انتم شايفين وزي ما انتم بتتابعوا السوشيال ميديا وزي ما بتتابعوا مواقع الأخبار والجرايد، بنشوف إن مفيش حد بيتكلم عن السيسي، لا بالإيجاب ولا بالسلب. ودي ظاهرة غريبة بصراحة، وأنا شايف إننا من وجهة نظري إن إحنا نكسر الجزئية دي، وإن إحنا نكون بإمكاننا ونكون قادرين إن إحنا نتكلم عن السيسي بالإيجاب أو بالسلب. ليه بقول كده؟ علشان يكون في جانب سياسي صحي يخليك تكون قادر اللي انت تعبر عن رأيك وتقول اللي انت شايفه من وجهة نظرك في اللي بيحصل في البلد. عن نفسي هبتدي في الجزئية دي وهتكلم عن اللي انا شايفه من وجهة نظري في ايه اللي بيعمله السيسي على ارض مصر. يعني بشوف ان هو بصراحة مقصر كتير جدا 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 في الغلاء اللي موجود في مصر. يعني هو مقصر كتير جدا 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 في الغلاء اللي موجود في مصر، مش شايف اي حلول اقتصادية تحل هذه المشكلة. دي جزئية. الجزئية التانية ألا وهي الأهم، بشوف مشاريع زي عاصمة إدارية جديدة وزي رأس الحكمة ومفيش أي مدخرات بتخش البلد ككل، يعني هي بتخش كدولة. وانا مش عايز اصنف تصنيف المعارض، ولكن عايز اوضح الصورة كاملة من وجهة نظري، الا وهي ان الفلوس دي ما بتخشش البلد بشكل ككل، ولكن بتخش في ميزانية الدولة اللي السيسي بيديرها وبيحكمها من سلطته ومن قدرته في القيادة. المشكلة فين؟ المشكلة ان في بطالة، المشكلة ان في غلاء، المشكلة ان في مفيش سبل ان احنا اشخاص على ارض الواقع ان هي يكون عندهم قدرة في بناء مشاريع. هتقول لي طيب يعني السيسي يعمل ايه؟ من وجهة نظري اللي انا شايفه ان احنا نحدد اولوياتنا ونحدد مشاكلنا ونحدد احنا المفروض نعمل ايه والمفروض نحل ازاي المشكلات دي. يعني مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع رأس الحكمة والمصاريف والفلوس اللي دخلت الدولة دي ممكن تحل مشاكل شباب كتير جدا وتحل مشكلة البطالة وتحل مشكلة الغلاء. هتقولي ازاي؟ اقولك انا مش محلل اقتصادي ولا عندي في علوم سياسية او في الجوانب دي كلها. انا شخص مواطن عايش في مصر، مصري لدي حقوق، وشايف ان انا من وجهة نظري ان انا اقول رأيي وان انا اللي انا بشوفه ده
لازم اعبر عنه بحيث ان احنا يعني نشوف حل ونشوف حلول علشان الامور تكون كويسة. ما يكونش ان الناس عايشة متضايقة وعايشة مش مبسوطة وعايشة مش مرتاحة ومقدرين في هذه الفترة من فترة رئاسة السيسي في مصر. ده بالنسبة للجانب السلبي. نيجي للجانب الإيجابي. أول حاجة شايفها إن الحمد لله في أمن وأمان، ولكن مش موجود بنفس نسبة الأمن والأمان اللي كانت موجودة في فترة وحقبة حسني مبارك. تمام؟ يعني هو في أمن وأمان وده كويس، ولكن فترة حسني مبارك كان الأمان أكتر، وكان في حرية أكتر، وكان في قدرة عن التسقع في الشوارع بحرية بشكل أكتر. الفترة دي حاسس بقلق، بخوف، بتوتر، ما تعرفش اضطراب، ما تعرفش السبب ايه بالظبط. ده موجود في الشوارع، موجود بين الناس. تمام؟ الحاجة التانية هي والأهم، ده إيجابي ولكن في جانب برضو سلبي، إن إحنا المفروض يكون عندنا أمن وأمان أكتر من كده، بحيث إن إحنا نكون عايشين وقادرين نعيش في بلدنا بحرية أكتر من كده. الحاجة التانية هي مش سلبية، هي مش إيجابية ولكن برضو سلبية. في نسبة كبيرة جدا في السجون اللي موجودين نشطاء رأي، حرية تعبير، نشطاء سياسيين موجودين في السجون، ومفيش أي سبل إن هم يخرجوا من خلال الفترة دي، في خلال الفترة دي. تمام كده؟ فدول من وجهة نظري اللي أنا شايفهم إن الأمن والأمان تمام، ولكن مش بنفس نسبة الأمن والأمان اللي كانت موجودة في فترة حسني مبارك. والجوانب السلبية ألا وهي البطالة وغلاء الأسعار وعدم الرضا في الحياة المعيشية الموجودة لدى المصريين. ده من وجهة نظري أنا الشخصية. تمام كده؟ دلوقتي ممكن أكلمكم بحرية، ممكن أتناقش بشكل ودي، وبحيث إن انتوا يعني تسمعوني مش بشكل صارم وواضح من خلال الكلام اللي أنا قلته في الفيديو. أولا دي هتكون أول سلسلة من سلاسل اللي أنا هعملها إن شاء الله، ألا وهي اتفرج على الفيديو كاملا. اتفرج على الفيديو كاملا بحيث ان انتوا تعرفوا وجهة نظري في الموضوع اللي انا هتكلم فيه، والموضوع هيكون شائك ومثير للجدل، مش هيكون زي سلسلة مين. لان في سلسلة مين انا بختار شخص او بختار شخصية بتكلم فيها في سلسلة مين دي، ولكن في السلسلة دي اللي هي اتفرج على الفيديو كاملا، ألا وهي هختار شخصيات وهختار ظواهر ماشية ودايرة في البلد أو دايرة في العالم، واخدين بالكم؟ فهختار شخصيات وهختار ظواهر بنمر بيها وبنشوفها على مستوى
العالم وعلى مستوى مصر ومستوى الوطن العربي. بس كده، شكرا لكم، وكان معكم وائل. السلام عليكم.